ورحمة الله تعالى وبركاته. خطة جهنمية وضعتها الكاف لتوقف منتخب الجزائر من الدور الثاني وتمنعه من التأهل للدور الربع النهائي. الخطة من صنع البشر، لكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لسنا ندري هل منتخبنا الوطني بإمكانه أن يجتاز الدور الثمن النهائي أم لا، ولكن الكاف في 27 جونفي 2025 لما أجريت عملية القرعة وضعوا خطة جهنمية للمنتخب الجزائري حتى يتم إيقافه في الدور الثمن النهائي. هذه الخطة هل تم التفطن إليها في وقتها أو بعد ذلك أم لحد الساعة لم يتم التفطن لها؟ الله أعلم. رح نعطيكم طريقة اللي داروها ونخليكم وحدكم تكتشفوا بأن الخطة كانت مدروسة، وهذاك اللي كان يرفد في هذوك البولات ويجبد في الأسماوات إن شاء الله بربي يجي وقت ويقول الحقيقة والسر اللي خلاه يرفد البولة اللي مكتوب فيها الجزائر ويضعها في الوعاء رقم 5. الآن رح نعطيكم واحد الحسابات اللي دارتهم الكاف واللي خرجت فيهم وين خلات المنتخب الوطني الجزائري الوحيد اللي في حال تأهله للدور الثاني وهو يحتل المرتبة الأولى يلعب مع الثاني في مجموعة السنغال والكونغو الديمقراطية. الثاني ما يلعبش مع الثالث، يلعب مع الثاني في مجموعة السنغال والكونغو الديمقراطية. يعني يا نلعبوا مع السنغال يا نلعبوا مع الكونغو الديمقراطية. هذا إذا احتلينا المرتبة الأولى في المجموعة نتاعنا. أما إذا احتلينا المرتبة الثانية في المجموعة نتاعنا نلعبوا مع اللي يحتل المرتبة الأولى في مجموعة الكوت ديفوار الكاميرون. يعني ما كاش كيفاش نلعبوا مع اللي يحتل المرتبة الثالثة. حسابات جهنمية. والآن نعطيكم المنتخبات الأخرى والمجموعات الأخرى كيفاش داروا لهم التخطيط في الدور الثمن النهائي، كيفاش يلعبوا مع منتخبات متواضعة. نبدأ بالمجموعة الأولى نتاع المنتخب المغربي. المنتخب المغربي إذا احتل المرتبة الأولى في مجموعته عكس المنتخب الجزائري ما يلعبش مع صاحب المرتبة الثانية، يلعب مع صاحب المرتبة الثالثة. شكون هذا صاحب المرتبة الثالثة الذي يلعب معه المنتخب المغربي؟ أولا يلعب مع صاحب المرتبة الثالثة في المجموعة الثالثة اللي فيها نيجيريا وتونس. يعني المغرب إذا تأهلت في المرتبة الأولى تلعب يا إما مع تنزانيا أو أوغندا. منتخب من هذا الزوج اللي يحتل المرتبة الثالثة يلعب مع المنتخب المغربي في المجموعة الخامسة بين السودان وغينيا الاستوائية. المنتخب المغربي عطاوله 3 احتمالات، يا يلعب مع صاحب المرتبة الثالثة نتاع المجموعة الثالثة أو صاحب المرتبة الثالثة تاع المجموعة الرابعة أو صاحب المرتبة الثالثة تاع المجموعة الخامسة. يعني المغرب فرشولهم بساط أحمر، مكاش كيفاش يلعبوا مع صاحب المرتبة الثانية في مجموعة من المجموعات الأخرى. بينما الجزائر إذا احتلت المرتبة الأولى تلعب مع صاحب المرتبة الثانية في مجموعة السنغال